اون سوشيال مع حسام جميل دلوقتي على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اون سوشيال. معاكم حسام جميل. عندنا فقرات كتير، هنقول لكم ايه اللي حصل في الترند وهاشتاج الجمهور اتفاعل عليه، وكمان ايه الصح وايه الغلط من الاخبار المتداولة. عندنا كمان موضوعات مهمة جدا في كلام مختلف. مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك. نبدأ بالترند، واول حاجة معانا النهاردة الترند العالمي. الترند الاول كاسيميرو، الصفقة الافضل مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي. بصراحة مباراة كبيرة قدمها جدا كاسيميرو في كاس الاتحاد الانجليزي، مش عشان الراجل سجل هدفين، لا عشان اداؤه ككل. من اول وهلة وهو متألق. الهدف الاول جه من اختراق من داخل منطقة الجزاء، والهدف الثاني من تسديدة بعيدة. فكرنا بهدفه الجميل جدا في مرمى يوفنتوس 2017 مع ريال مدريد. وكمان رواد تويتر اتكلموا عن الاداء الخرافي الموسم ده، وقد ايه هو فرق مع الشياطين الحمر، وكمان اداؤه الكبير الفترة الاخيرة بشكل عام. وعلى فكرة هو من اللعيبة البرازيليين القليلين اللي مستواهم ثابت بعد المونديال، وده ظهر في ماتش ريدنج. تصريحات كاسيميرو بقى بعد الماتش خدت حيز كبير جدا من التفكير. انه الراجل بيقول انا عندي 15 سنة، وده تجديد طموح وحاجة كويسة جدا. كمان انا في الطريق المثالي للفوز بالبطولات، ودي حاجة كمان كويسة. وقال لك انك تبني فريق منظم جيد في المستقبل عليك بناء اساس متين. يعني بيشكر في مشروع مانشستر ومشروع تنهاج، وانه مركز جدا على مجد جديد مع مانشستر بعد امجاد ريال مدريد. الترند الثاني تراجع صلاح. هو السؤال هنا بقى، هو تراجع اداء ليفربول ولا تراجع اداء صلاح؟ ما هو مش معقول كل موسم فان دايك اتصاب نلاقي ليفربول على ارض الملعب والنتائج السلبية دي. كمان الاداء بتاعه بعيد جدا عن المستوى المطلوب كفريق، وابتعاد لاعبين جدا عن مستواهم، والرهان على لعيبة تانية بصراحة لسه بعيد عن المنافسة على الالقاب. وخلينا نكون منصفين، هم لسه ما تأقلموش على الوضع مع ليفربول لغاية دلوقتي. موسم للنسيان، يعني خروج من كاس الاتحاد الانجليزي، المركز التاسع في البريمير ليج، خسارة صدارة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. يعني في المجمل ليفربول بيعاني. كمان مفيش حد قدر بوضوح وبصراحة وبكل الكلام، محدش قدر يعوض ساديو ماني لغاية دلوقتي. والصفقات مش قادرة تقدم اضافة حقيقية تقدر تكسب البطولات، وده ظهر في ماتشات كتير. فاختصار لكلام كتير، صلاح مش السبب. ليفربول وكلوب بعيد جدا عن المستوى المطلوب الفترة الأخيرة. الترند الثالث، بصراحة اتفرجت على ماتش ميلان وساسولو واتخضيت. مندهش جدا ان ازاي مستوى ميلان نزل بالشكل ده، والفريق مع بولي كان بطل السيريا ايه الموسم ده مش موجود. يعني الموسم اللي فات الفريق كان جامد جدا، فيه روح. السنة دي فيه ايه؟ بيوصل للمرحلة دي والنتيجة الكبيرة دي كمان في اول شوط. والناس علقت على رد فعل مالديني وزلاتان ابراهيموفيتش في المدرجات، مش مصدقين. هو الميلان وصل للمرحلة دي؟ فين روح الروسونيري؟ راحت فين؟ كل ده ما كانش موجود، وفي الاخر خسروا 5-2 في استمرار للنتائج السلبية والكمان تراجع اللي بيعيشه الميلان ده. في اخر 4 ماتشات مفيش ولا فوز، 2 تعادل و2 خسارة. وكمان انت لغاية دلوقتي بعيد عن الادوار المؤهلة لدوري ابطال اوروبا. يعني الجدول انت بعيد عن الترتيب، انت الخامس برصيد 38 نقطة، وبفرق الاهداف عن اتلانتا الرابع. الناس اتكلمت بقى، هي الامور من بولي خرجت عن السيطرة؟ وكمان ايه التصريحات الغريبة اللي بيقولها بعد الماتش دي؟ فيها استسلام غير طبيعي. الميلان مش هيكسب الدوري الايطالي، والراجل بدري بيقول الحقيقة، ولا بيرفع الضغط عشان ماتش الديربي مع انتر ميلان؟ على العموم هنشوف ايه اللي هيحصل مع ميلان خلال شهر
فبراير. الترند الرابع تراجع البالندور كريم بنزيما. رغم انه جايب اهداف، بس مش ده كريم بنزيما. الموسم اللي فات بنزيما كان افضل لاعب في العالم بدون اختلاف. اكيد المدريدية زعلانين عليه، واكيد زعلانين عن تراجع الاداء اللي بيمر بيه، مش لوحده، ده كذا حد في الفريق. بس تعالى نتكلم في الحكاية والقصة من البداية. بعد احداث كاس العالم ومفيش تزويق للكلام، اللي حصل مع كريم بنزيما هيخلي مستواه واقع بوضوح، خصوصا بعد اداء وسيناريوهات كتير جدا، ودخلت في احداث انت بعيد عنها، وكمان لعبت التصفيات وكسبت بطولة الامم الاوروبية. يبقى انت فاضلك ايه؟ كاس العالم هو اكبر حلم بالنسبة لك تعمله. فجأة لقيت نفسك بره الحلم ده. ومش كده وبس، يعني استبعاد كريم بنزيما او خروج كريم بنزيما من كاس العالم خبر، لكن ايه بقى؟ كلام على استبعادك للبطولة ومفيش مدرب بيدافع عنك، والكلام بيكتر ومفيش لاعب في صفك، او نقول لعيبة كتير ما كانتش في صفك. اكيد هيحصل اهتزاز شديد في مستواك وليك في الملعب. وعلى فكرة دي مش اعذار لكريم بنزيما، ده هو واقع مؤلم بيعيشه، والكلام ده مش عشان المباريات الاخيرة، لكن دي الحقيقة بشكل عام. لكن هيفضل كفاح بنزيما يستحق كل احترام وتقدير، مش المعاملة دي ابدا. الترند الخامس في العالمي عز الدين أناحي. لعيب كبير قوي شفناه في كاس العالم، اداء عظيم، يقولك انه لعيب من طراز رفيع جدا. انت بتتكلم على لاعب بيعمل كل حاجة في الكورة وهو في نص الملعب، ومن افضل لعيبة مونديال قطر الاخير. بصراحة توقعنا كلنا انه هيلعب في دوري انجليزي مع فريق كبير، او في الدوري الايطالي، وكمان كان الكلام قريب على نابولي، وبعدها دخل على الخط مع مارسيليا. لكن في النهاية مارسيليا حسم الصفقة. الاراء بقى هنا متباينة. الناس بقى بتقول ايه؟ هو الراجل يا جماعة ممكن يكون واخد خطوة خطوة، وبعد كده رحلة الصعود تبقى بهدوء. وآراء تانية بتقولك لا، كان راح نابولي والامور هتبقى افضل، ده فريق بينافس على بطولة الدوري وهيبقى قريب منها بالتتويج، وكمان هيبقى بعد كاس عالم تاريخي انت بطل لدوري من الدوريات الخمسة الكبرى، يبقى تستحق ان انت تعمل كده. لكن كلنا في النهاية بعد الكلام ده كله اكيد بنتمنى التوفيق لنجمنا العربي عز الدين أناحي في المرحلة الجاية. ومن الترند العالمي للترند المصري، الترند الاول محمد عبد الشافي شيفو. الماضي، الحاضر، المستقبل، الافضل دائما وابدا، ده وصف صفحة الزمالك لشيفو. الراجل اللي اثبت بالدليل القاطع ان العمر ده مجرد رقم، وبيثبت للاجيال الجاية ان بالاداء والروح والعطاء في الملعب الذهب لا يصدأ ابدا. شيفو عمل مباراة كبيرة جدا امام فيوتشر، وبصراحة مفيش كلام يدي للراجل ده حقه. لاعب ممتع، سهل، الاداء العظيم، كل الوصف المحترم في اي لاعب انت عايزه في محمد عبد الشافي. 90 دقيقة انت بتتفرج على نجم كبير، مش عشان تصدر الترند، لا ده تصدر قلوب كل الناس، لانه اللاعب الوحيد اللي مش ممكن بيختلف عليه اي حد بيشجع كورة، والكلام ده للمخلصين فقط. الترند التاني احمد حجازي، بطل السوبر السعودي. الناس في مصر عموما وعلى السوشيال ميديا بتفرح بنجومنا المحترفين وبتتفاعل معاهم، وعشان كمان تألقهم واستفادة المنتخب منهم. وحجازي حالة خاصة لانه قائد فريقه بامتياز. اداء احمد حجازي الفترة الاخيرة مصدر فخر بصراحة. الماتش الاخير مش عشان كسبه بطولة، لكن هو اداؤه كبير. لكن الاسبوع اللي قبله وقف مين وعمل مباراة كبيرة على مين؟ على كريستيانو رونالدو الاسطورة. وبصراحة سلسلة للاداء المتميز المواسم الاخيرة مع فريقه الاتحاد السعودي، اللي بنتمنى يكمل كده ويقدم مستويات كبيرة مع نجمنا المصري الموجود معاه طبعا في نفس الفريق، النجم الكبير طارق حامد. الترند الثالث امام عاشور. اتفاجئنا كلنا يوم ماتش الزمالك وفيوتشر الصبح طبعا ان في عرض احتراف لامام عاشور في الدنمارك،
وبالتحديد في نادي ميتلاند بعرض يوصل ل 105 مليون جنيه، وتم الموافقة عليه. في وجهة نظر ناس كتير في الموضوع ده حاجتين. اول حاجة بيقولك الفريق احدى احتراف بس انت محتاجه وما عندكش بديل ليه، سواء جوه مصر او بره مصر، ومفيش حد في الدوري المصري عموما متاح انه يبقى زي امام عاشور. لكن الرأي التاني بيقولك بلاش تخسره، يعني هو لو قاعد في الفريق وهو كان عايز يحترف وانت رفضت العرض اكيد مش هيدي في الملعب ومش هيبقى مبسوط، وانه حلمه في الاحتراف راح، يبقى تسيبه احسن وتستفيد منه ماديا، وانك تشوف ايه المراكز اللي ناقصه عندك في الفريق وفيها قصور والكل يستفيد. اكيد الجمهور عايز احسن حاجة، وفي ناس بتقولك التفريط في النجم بيبقى صعب جدا، لكن احنا في النهاية وايا كانت الاراء احنا بنتمنى له التوفيق لامام عاشور، وان شاء الله الفريق بتاعه عنده مباراة مهمة جدا يوم 16 فبراير في الدوري الاوروبي مع سبورتنج لشبونة، فكل التوفيق لنجمنا المصري. اخر حاجة معانا في الترند النهاردة عالمي يا اهلي، بداية عالمية على ارض المغرب. اولا تحية كبيرة للجمهور المغربي المحترم بعد الدعم الغير محدود من كل الناس اللي كانت موجودة في المدرجات، وكمان كأن الاهلي كان بيلعب في مصر مش بره مصر، وشفنا الحماس الكبير مع كل هجمة ومع كل هدف. النجاح الكبير اللي عمله الاهلي في المباراة الاولى انه كسب 3 اهداف مقابل لا شيء، والاشادة جت ان الاهلي احترم المنافس في اول الماتش. بعد كده الفرحة الكبيرة بعودة حسين الشحات وهدفه الكبير جدا والجميل جدا اللي استعاد كتير قوي من مستواه، وربنا كافئه على مجهوده الفترة الاخيرة باحراز الهدف الاول بطريقة روعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وحسين احتل الترند، بس كمان احتل الترند عشان حاجة تانية. حساب الفيفا الرسمي على تويتر عمل تغريدة ان حسين رابع لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من كاس العالم للأندية بعد كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، جاريث بيل. مش بس كده، ده الناس اشادت بحمدي فتحي المتألق والمقاتل في نص الملعب اللي بيقدم مستويات عالمية في المواعيد الكبرى، والناس اتكلمت على محمد شريف. صحيح احرز هدف، لكن قالت له كفاية ضياع فرص يا شريف، يعني عندك احسن من كده ارجع، وفتحت الكلام على المهاجم تاني. لكن الفرحة كمان كانت بعودة تاو، قالوا له ارجوك بلاش اصابات. الهدف بتاعه جميل بعد التفاهم بصراحة مع كهربا، وقد ايه الاصابة بتحرمك من لاعب زي ده بيأدي اداء كبير جدا وحرام تخسره في اوقات كتير. وفي النهاية الاهلي عدى للدور الجاي. الاهلي عنده مباراة بكرة ان شاء الله امام سياتل ساوندرز، واللي كله بيتمنى فيها ان الاهلي ان شاء الله يحقق اللي هو عايزه ويوصل لمواجهة ريال مدريد في قبل نهائي كاس العالم للأندية. بكده تكون فقرة الترند خلصت. نطلع فاصل مع صح وغلط. مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك. بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين حلقتنا معاكم، وجينا لفقرة صح وغلط اللي هنقول لكم فيها مدى صحة كل خبر. اول حاجة معانا في صح وغلط عودة جوزيه مورينيو لتشيلسي. فكرة عودة سبيشال 1 للبلوز انا شايفها غير مطروحة، ودي لعبة من وكيله خورخي مينديز عشان الاندية الكبيرة تبدأ تفكر تاني. طبعا في التعاقد مع مورينيو مفيش ولا مصدر ولا صحفي موثوق اتكلم عن الموضوع ده او حتى لمح لفكرة تشيلسي. طبعا تشيلسي عامل ميركاتو ايه بالملايين يا حبيبي، بالملايين، وانه تشيلسي بيفكر في الوقت ده في بناء مشروعه ودعم بوتر، مش عودة جوزيه مورينيو خالص. وان الكلام اللي طالع زمن مورينيو ولا على مستوى فرق النخبة، وهيكون مخاطرة كبيرة جدا لان اساليبه سيئة وعافى عليها الزمن.
وانه الشخص ده بيعمل مشاكل حتى لو قاعد في الغرفة لوحده، يبقى عودة مورينيو مستحيلة لتشيلسي. تاني حاجة معانا في صح وغلط، عودة ميسي لبرشلونة. معلش الكلام عن العودة كتير النهاردة. في تقارير انتشرت الاسبوع ده كتير جدا عن عودة ميسي لبرشلونة. بصراحة شايفها زي عودة رونالدو ريال مدريد. من الاخر يعني مفيش حاجة هتحصل. انتشار الكلام اولا في توقيت غريب، بسبب ايه؟ ان الاحتمال الاكبر هو مكمل مع باريس. وفي كلام بيقول لك لا يا عم كمل مع باريس ايه، ده في عرض خرافي من الهلال السعودي. وفي كلام رابع عن حلم ديفيد بيكهام بوجود ميسي ورونالدو في فريق واحد. لكن في النهاية كله كلام. ايه الصح بقى في الموضوع ده كله؟ الصح انه لغاية دلوقتي مستمر مع باريس سان جيرمان، وانه اكيد ميسي من اولوياته نجاح المشروع والتتويج بدوري ابطال اوروبا. وكمان الوضع الاقتصادي لبرشلونة يصعب من عودته جدا جدا جدا، لان كمان الفريق بعيد عن دوري ابطال اوروبا واكيد ايراداته هتتأثر. يبقى حلم جماهير برشلونة بعودة ميسي في الوقت ده مستحيلة. من صح وغلط هنتكلم عن الدروس المستفادة. وبصراحة انا اخترت درس النهاردة مهم جدا بمناسبة انتهاء الميركاتو، النقد المبكر للصفقات. انتهى الميركاتو بحلوه وبمره، بالصفقات اللي كان نفسك فيها والصفقات اللي كان نفسك فيها جت او ما جتش. في النهاية هي تفاوض، لكن بنزعل من النقد والتقييم المبكر، ونلاقي الناس قاعدة على الواحدة لأي صفقة جديدة. واللاعب ده سواء جاي من جوه مصر او من بره مصر، نلاقي الناس بتتكلم عليه، هو ازاي مدفوع له الفلوس دي كلها وبيلعب كده؟ يا عم اصبر. لا 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 لا، الصفقة دي عارفين مش اهلي وزمالك يا عم لسه. لا اقول لك على حاجة، هو لعيب عادي. طب اصبر احكم عليه في الملعب. انت شفته مع فريقه التاني واكيد كويس، يبقى انت ليه بتصدر ان الامر ان الصفقة فشلت وانه لعيب عادي؟ مع ان المفروض في حاجة اسمها وقت التأقلم، مش كبيرة لكن مهمة. وكمان الصفقات الشتوية طبيعي بتاخد وقت عشان هي جاية في نص الموسم، فالطبيعي كمان انك عندك تشكيل اساسي للفريق، فمحتاج تضيف عليه مراكز، لان انت بتشوف القصور فين واكيد بتعالجه. فمن وجهة نظر المدرب طبعا. عشان كده ارجوكم بلاش حكم مبكر على اي لاعب، وبلاش نطلع باللاعب اول ما ينزل ويلعب لسبع سما وبعدين نروح منزلينه على الارض. خلي الحكم دايما للملعب وللمجهود، عشان عينك تقدر تحكم على الصفقة بشكل واقعي، وتبقى الامور بسيطة في استقبالك لأي لاعب في ناديك. وكل التوفيق للصفقات اللي جات الأندية المصرية عشان نشوف دوري قوي يليق بينا على كل المستويات. وده ياخدنا لفقرة الحسابات الرسمية. احنا على مواعيد كبيرة الفترة الجاية، عاصفة الكلاسيكو. الشهور الجاية ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في نصف نهائي كاس الملك، مباراة الذهاب في البرنابيو ومباراة العودة في الكامب نو، وهيكون بينهم ماتش في الدوري. يعني الريال عنده 35 يوم صعبين جدا، وكمان عنده 16 مباراة مصيرية ما بين دوري ابطال اوروبا، كاس العالم للاندية، الا ليجا. اذا الريال لو عايز صفقات هيركز الفترة الجاية جدا. وكمان معانا حاجة في الحسابات الرسمية، حالة خاصة جدا. ايه بقى؟ انياكي ويليامز نجم اتلتيكو بالباو. يوم الحد اتفاجئنا مفاجأة كبيرة جدا، انياكي ويليامز بره القايمة ضد سالدا فيجو. هتقول لي عادي يعني لاعب مغاب او مهاجم مغاب. لا يا جماعة، الراجل ده بيتحط في الملعب وقبل حتى حارس المرمى. انت بتهزر؟ لا بتكلم بجد، الموضوع حقيقي. انياكي ويليامز بيغيب لأول مرة من 6 سنين. الراجل 1174 يوم ما غابش عن الملعب. اخر ماتش غابه في 7 ابريل 2016 قدام ملقا. مش كده وبس، ده خد عندك ده لعب 251 مباراة على التوالي، ولا تعرض لإصابة ولا استريح. يعني الراجل قاعد بيلعب. عشان كده ده حدث استثنائي على السوشيال ميديا. وفي الاخر غاب ليه بقى؟
اصابة عضلية. فانا مش هقارن عشان محدش يزعل. نروح لاخر حاجة معانا النهاردة، كلام مختلف. والموضوع الاول رحيل المدربين في الدوري المصري. الحمد لله كل يوم بنصحى دلوقتي وقبل حتى ما نفطر تسمع ايه بقى؟ مدرب مشي، وكان اخرهم الكابتن رضا شحاتة مع الداخلية، والتعاقد مع الكابتن علاء عبد العال. كل شوية في تغيير للمدربين. واولا هو بيساعد على انعدام الاستقرار في اي فريق. يعني اي فريق لو عنده مدرب بيستقر في التشكيل، بيستقر في النتائج، بيستقر في حاجات كتير جدا. لكن احنا الحمد لله كل شوية بنغير. على رأي الاستاذ الكبير الراحل محمود الجندي، جمعية ودايرة. يعني المدرب يمشي من هنا تلاقي على طول في الفريق التاني، ومعظمهم كان متوقع بصراحة. لكن انت كمدرب بقى، يعني ده السؤال للمدربين، بتروح الفريق ليه؟ يعني ايه المشروع اللي انت واخد القرار فيه؟ وهل انت بصيت على السكواد اللي موجود مناسب لطريقة لعبك ولا لأ؟ ولا هو فريق ادربه السلام وعندي وكيل بيعرف يسوقني كويس؟ وبصراحة برضو عشان ما نظلمش الناس كلها، لا، في ناس الظروف ما خدمتهمش انهم ينجحوا ويكملوا النتائج الايجابية، مع ان عندهم وجهة نظر وقدروا ينجحوا بيها وقدموا اداء مختلف رغم الامكانيات. وفي النهاية ممكن تظلم التجربة. لكن بقى انا عايز اتكلم عن حالة خاصة جدا. تعالى للكابتن ايهاب جلال. وصل لمرحلة مدربين الصفوة في مصر، وكمان درب منتخب مصر الاول. يعني الراجل كفاءة. ليه النزول الغريب ده؟ وليه التفكير انه بعد ما راحل من منتخب مصر انه يختار التجربتين دول؟ كان لازم يصبر او يختار مشروع مستمر عشان هو يبقى عارف سكة الرجوع. للأسف خطوات المدربين في مصر بقت بدل ما تطلع قدام بقت بترجع لورا. واخر حاجة معانا النهاردة، نيوكاسل في طريق النجاح بدون ضجة. للمرة الاولى من 47 سنة نيوكاسل لنهائي كاس الرابطة، حدث كبير. كمان هو في المركز الثالث في الدوري الانجليزي. 16 ماتش الموسم ده في جميع البطولات ما دخلش فيه هدف. صعود صاروخي ومستوى مبهر. فريق من القاع والمنافسة على الهبوط لفرق القمة بدون ولا صفقة بأرقام تاريخية، مع مدرب مهووس اسمه ايدي هاو، وكمان صندوق الاستثمارات السعودي. بصراحة مشروع ناجح بدرجة كبيرة، ومشروع مهم جدا بسبب التخطيط السليم في اختيار اللعيبة وتكوين فريق جماعي هو عارف بيكسب ازاي. وهم دلوقتي على اعتاب حقبة ذهبية عشان تخليه من المنافس الدائم على اي لقب، وفي طريقه لحصد اول لقب من 1955. خلصت حلقتنا، لكن كلامنا لسه كتير في الحلقات الجاية. انتظرونا، مع السلامة. استنونا في حلقة جديدة من اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اوسبورت FM، صوت الرياضة في مصر.